شايف مستقبل المنطقه في ايه؟ والله خلال الخمس سنين اللي فاتوا المنطقه حصل فيها تطور كبير جدا، ومن اهمها ان طريق مصر اسكندريه الصحراوي بقى مكان مليء بالخدمات اللي بتزيد كل يوم، لان دي اول نقطه تهم يعني اي حد اذا كان هو بيشتري ارض او بيختار مكان عشان يبقى مقيم فيه، هي نقطه الخدمات. فالخدمات زادت بشكل كبير جدا السنين اللي فاتت. تطور المنطقه واللي مربوط بتطور الدوله للمنطقه او التخطيط الصحيح من الدوله او المتمثله في جهاز مدينه سفنكس للمكان. فاصبح دلوقتي كل المعطيات اللي بتكسب اي مكان موجوده بالنسبه لي. اولا التخطيط السليم، المستقبل الواضح، الخدمات اللي موجوده بالفعل، لان احنا بنتكلم في مكان مش بيبتدي من الصفر، هو مكان اوريدي فيه مجتمعات موجوده ومجتمعات زراعيه سكنيه موجوده بالفعل من سنين كتير. طبعا مع التطوير بقى والزحف العمراني واللي متخطط له بشكل كويس، فده اكيد يعتبر احنا يعني بالنسبه لنا بتكون فرصه كبيره جدا سواء اللي هيمتلك مزرعه او هيختار مثلا مكان يشتريه في المنطقه دي، فاكيد هو كسبان، واكيد كسبان المستقبل والحاضر مع الاستفاده طبعا بالمزرعه والجو اللي احنا اتكلمنا عليه احنا بنحققه بقى جوه المزرعه علشان يكون استثمار للفرد وللعيله كامله.